وانا جوزي قال لي لو انت ما نفذتيش كلامي وما نفذتيش كلام امي خدي عيالك وروحي اقعدي عند امك. وانا كل يوم حماتي حاكمه عليا، كل يوم يحصل مشكله روحي لحماكي، اعملي لحماكي، ودي له اكل، اعملي كذا، خلي كذا. هي بتروح له بس عايزانا احنا كمان نروح. المهم ان انا اتصلت بجوزي وقلت له انا بتعب، انا ما اقدرش ان انا اروح كل يوم لباباك في المستشفى. انا عارفه ان واجب عليا ان انا اروح وان انا ازوره وان انا اطمن عليه، بس في نفس الوقت انا معايا اطفال صغيره وانا ما عنديش قدره ان انا كل يوم اروح. يعني انا قدره ونفسيا انا مش هقدر كل يوم ان انا اروح. انت ممكن تقسموا الموضوع عليا انا واخواتك البنات ومرات اخوك وتروح. كل مشكله حماتها ان انت قاعده معكيش جوزك، مش موجود معاكي، ومعاكي اطفال صغيره تقدري تتحركي تسيبهم لنا وتقدري تتحركي. مشكلتها ان تقول لي لا معلش ده سلفتك عندها عيال كبار وعندهم دراسه وعندهم امتحانات مش فاضيه، واخوات جوزك البنات نفس القصه، انت بس اللي فاضيه وانت 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 وانت. وانا تعبت من الموضوع ده وعامل لي مشاكل مع امي وعامله مشاكل مع جوزي ومش عارفه اعمل ايه. هي برده مصممه ان انا لا ما فيش الا حكم عليكي، انت كل يوم اللي هتروحي له وكل يوم اللي هتودي له الاكل وتودي له الحاجه اللي هو عايزها. وانا والله العظيم تعبت والموضوع مأثر عليا نفسيا لان المشاكل كتير. واقول لجوزي يقول لي هي حره، اللي امي عايزاه تنفذه لها، ويعني ايه انت مش عايزه تروحي لابويا، ويعني ايه. وانا افهمه ان انا معايا اطفال صغيره وان انا ما عنديش قدره ان انا كل يوم اصحى من بدري واروح، وانا بفضل طول الليل سهرانه باولادي، انا طول الليل قاعده سهرانه بيهم وانا مش قادره ان انا اروح. يقول لا حكم عليكي ان انت تسمعي كلام امي وتروحي كل يوم لبابا في المستشفى وتجيبي له اللي هو عايزه وتعملي له اللي هو عايزه، ومالكيش دعوه باخواتي ومالكيش دعوه بمرات اخويا، خليكي في نفسك والكلام اللي هو بيتقال لي ده. ومامتي مصممه تقول لي انت لو رحتي كل يوم لحماكي تزوريه هتبقى اللي بيني وبينك، وانت ابوكي ما كانش ليه قيمه عندك، ابوكي كان مش حاطه ان ابوكي كان تعبان ومحدش كان بيطل عليه. انا مش عارفه اعمل ايه، انا بين نارين. حد يقول لي اعمل ايه؟ انا كل يوم اصحى كل يوم على عراك ومشاكل ووجع قلب وتليفونات وتتصل بجوزي وجوزي يتصل بيا، وانا برضو على رايي ان انا كل يومين هروح له، انا ما اقدرش اروح كل يوم. وانا جوزي قال لي لو انت ما نفذتيش كلامي وما نفذتيش كلام امي خدي عيالك وروحي اقعدي عند امك. وطبعا انا معلش يعني ليه اخرب بيتي واروح اعيش عند امي وانا بيبعت لي هو مصروفي كل شهر وانا عايشه كويسه من غير المشاكل دي خالص، انا عايشه مع جوزي كويس. ليه بقى هم بيعملوا معايا كده؟ حتى كلمت اخت جوزي قلت لها فهمي والدتك، قالت لي هي شايفاكي ان انت الوحيده اللي فاضيه وانت الوحيده اللي تقدري تروحي وتيجي، احنا مش فاضيين وعيالنا عندهم امتحانات، وعيالنا حتى في منهم جزء كبير عياله خلصوا دراسه وخلصوا امتحانات، بس في نفس الوقت برضو بيقولوا لا احنا كنا تعبانين وزهقنا من نزولنا وطلعنا كل يوم، احنا هنروح نزوروا بابا كل يومين ثلاثه. هم كلامهم مشى وانا حماتي مصممه ان انا كلامي ما يمشيش، ولا وزي ما انا بقول هو اللي يتنفذ. قولوا لي اعمل ايه؟ يعني انا مش عارفه اعمل ايه ومش عايزه الدنيا تتهد من حواليا، وبالذات ان امي واخواتي على كلامهم وحماتي وجوزي على كلامهم وانا في النص مش عارفه اعمل ايه. بصي هي حكم حماتك عليكي ده ظلم، يعني ان هي تحكم عليكي في ان انت كل يوم تسيبي اطفالك وتسيبي اولادك وانت طول الليل قاعده بيهم وتعبانه بيهم، وتقومي الصبح تروحي تركبي مواصلات وتروحي تتبهدلي المواصلات تروحي لحماكي وترجعي يوميا وفي غيرك بديل. يعني في غيرك بديل، مش هقول ما فيش، حرام. وان جوزك يقول لك لا اسمعي كلام امي واللي امي تقول عليه يمشي، برضه هو جوزك برضه ما عندوش رحمه في الحته دي. كان المفروض يكلم والدته يقول لها ماما قسمي المواعيد عليهم، كل واحده مثلا تروح يوم، كل واحده مثلا تروح كل يومين، هو عشان لا انت يجوا عليكي ولا يجوا على غيرك، يبقى كله سواسيه زي بعض بما يرضي الله. ما ينفعش اجي على واحده والتانيين لا في منهم بتقولي خلصوا امتحانات وقعدوا بس خلاص تعبوا مش قادرين يروحوا ولا يجوا وبيروحوا كل يومين ثلاثه. طب انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه؟ وانت برضو مالكيش ذنب ان انت تتحطي. والدتك المفروض ما لهاش دعوه بالقصه خالص، يعني معلش هم ما كانوش بيزوروا والدك، ما كانوش بيروحوا، ما كانوش بيعملوا، برضو مش نفس التقدير ان انت عايشه مع الناس دي في بيت واحد وان حماكي مريض في المستشفى. دي ما لهاش دعوه دي ملهاش دعوه بدي. يعني والدتك ما تخربش بيتك على حاجات تافهه، تعدي امورها وتمشي امورها، لان الموضوع مش سهل. انت تحت طاع زوج وبيامرك ان انت تزوري ابوه في المستشفى، مش بيامرك بحاجه وحشه. هو ان انت كل يوم ده برضه ظلم عليكي، بس برضه مش فاهماني؟ وربنا يهديهم لك. اتكلمي معاهم بالراحه، خدي ودي معاهم بالراحه خالص، فهميهم الوضع، خدي اكسبي حماتك بالراحه واكسبي جوزك بالراحه، وان شاء الله باذن ربنا يهديهم لك وييسر لك الامر. مستنيه تعليقاتكم، هي مستنيه رايكم عشان مش عايزه تخرب بيتها، مستنيه كلكم تقولوا لنا رايكم في الحلقه دي. استنوني في الحلقه الجايه.